يا اخو انا كرهت المروك يا هون كذب عليك، كرهت المغرب يا على لانك اليوم كلش ولا مقترن بالمغرب، تهضر له انت تهضر له على الامام ويقول لك المغرب، تهضر له على مؤثر قال لك جا الجزائر ودور الاخوات تاعكم، دورهم في مقام الشهيد، سماوه سوري هذاك اللي دورهم وهو فلسطيني. معناتها انت والجزائريين في اغلبيتهم الساحقه اللي كانوا يقول لك احنا والشرف ودور لنا بناتنا وخواتاتنا، ما كانش عندهم الشجاعه والرجوله انهم يقولوا انه فلسطيني ويهاجموا الفلسطينيين. معناتها الجزائري ما عندوش الشرف والنخوه تاع انه يهضر على الفلسطيني برك. شوف الحكايه هذه صارت لي انا في الصيفه، واحد الفلسطيني قاعد في الكوافير يضرب في الماربورو عايش لاباس يضرب بالكاري في باطمه يدير واش يحب، ناضي يسب في الجزائر. قلت له شوف، قلت له خويا العزيز، قال لي الجزائر ومعاهم شوف، قلت له انت راك عايش هنا في الجزائر بانكس وتضرب في الماربورو لايت وجيت تسب في الجزائر، قلت له راك عايش خير من بعض الجزائريين. تعرفت معاه انا ما نحبش في واحد فلسطيني. لا صح درك احنا حددنا برك انك انت هاجمت الجيران، حبيت زعما تقارن انك انت راك في سطيف وفي بلادك وسب لك بلادك وانت قاعد برك هكاك وبلاك ما هضرتش خلاص، راه من بعد العبد مع ورا الحادثه يبدا يراجع الروايات. والله غير تعافرت معاه، والله غير خصته، والله غير سبيت ولا خصته. ما كانش صديقي، راه نعرفوا القصايص. انا ندمت اللي ضد الجزائر. انا دقيقه انا والله انا كرهت يا اخو، انا كرهت المروك يا هون كذب عليك، كرهت المغرب يا على لانك اليوم كلش ولا مقترن بالمغرب، تهضر له انت تهضر له على الامام ويقول لك المغرب، تهضر له على تبون ويقول لك محمد السادس، تقول له يا ودي البارح سيد تسعني قال لي ما معنى الحركي، قلت له يا ودي الحركي هو اللي خلاك انت تنوض على 6 تاع الصباح، الحركي اللي خلاك انت يا مازالك اليوم على 6 تاع الصباح تنوض تعمر الماء، الحركي اللي خلاك انت 63 سنه بعد الاستقلال تحرك دقيقه اصبر خليه يكمل صديقي. قلت له الحركي اللي خلاك انت يا 63 سنه بعد الاستقلال تحرك في بوطيات وتموت كل عام بالالاف وواحد ما جايب لك القبر، قلت له الحركي اللي خلاك لهنا تجي لاوروبا وتقعد تبيع في الماربورو وكاره رب حياتك هكذا. هاي واش يقول لي صح، قال لي هذا هو الحركي، قلت له قال لي صح واش معناتها واش رايك في محمد السادس؟ لا والدليل قدامك كان يهضر قال لك انا خاطيني السياسه، من بعد بصح دخل لي يحكي على المروك. دونك هذه لا شوف انا بديت التجاره صغير وخدمت الحمد لله ودرت الدراهم في الجزائر والتجاره حلال خويا، خدمت التجاره راه عندي في حانوت في تاجنان نافيكي نخدم الحمد لله. علاش اللي يقولوا التجاره حلال دا كامل يكونوا بوندي ومش مربيين، باسكو انت راك تسب في شعب كامل بالاخلاق وكذا. راه هذه علاش تدخل حلال في النص؟ علاش كل واحد قال لك بانه حرام التجاره تاعك ولا حياتك حرام؟ قلت لك يعني انا الحمد لله بديت من الصفر ونجحت في الجزائر اخويا، نجحت الحمد لله لاباس بيا، نجحت الحمد لله عايش نخدم ماتريالين ندير في التجاره. وين في سطيفه؟ في سطيفه انا نسقسيك بك وين الفواره واش المشكل تاعكم معاها يا اخو؟ كل عام تكسروها ما فهمتش يا خويا. شوف عين الفواره دوك هما هذيك دارتها فرنسا مرا عريانه دارتها عند الجامع باش الناس كيجيو يتوضاو ثما. الناس كيجيو يتوضاو ثما يشوفوا هذيك المراه العريانه. وانتم سطيف كامل انت تهضر على المروك، وانتم سطيف كامل فيكم اكثر من مليون، ما فيكمش راجل واحد يقدر يحبس الشهاده قانونيا. كاين اللي كسروها خويا، كاين شحال من واحد كسرهاش، شحال داتهم الدوله واش راح نديروا؟ واش درك حددنا بانه الانسان دائما اللي يحب يقارن الشرف مع الناس هو اللي عديم الشرف، لانك انت راك حددت بنفسك الشهاده. دونك قبل ما تهضر وعلى نظريه المؤامره احنا في الجزائر شوف عايشين بقدرنا، نخدموا التجاره نمشوا في الطريق نحاربوا في الفساد اخويا. كي ندخل الاداره نلقى حاجه عاوجه نحاربهم نعايبهم. يعني والله تحارب الفساد؟ والله غندي حقي بالقوه، حقي نديه مع ابتسام حملاويه. ربي يسهل عليها، ربي يهديها اخويا. ربي يهديها مسكين. نحارب الفساد بصح ابتسام حملاوي ربي يهديها. على ناس ملاح رائد اسكت على بالك بلي ما تخرجش من المسجد هي واش بيك هذا صاحبي؟ ربي يهديها بصح شوقي هي مش في الخط. شوقي هي مش في الخط تاعي، انا نخدم تجاره وكان جات في الخط تاعي نتلاقى. صديقي اعطاني برك الفرق بين واش هو اللي قلت باللي واش هو احنا فاش خير من المغرب حسبك انت فاش؟ الحمد لله عايشين ناكلوا مليح، المعيشه رخيصه خويا، المعيشه رخيصه في البلاد. تاكل مليحه؟ اقسم بالله غير ناكل الحمد لله. شحال دار الكيلو تاع اللحم خويا؟ الحد كاين 250 300 الف لحم خروف. 250 شحال يخلص منحه البطاله شحال؟ منحه البطاله كيما نقولوا 100 اورو. 2 كيلو لحم. دونك الكيلو تاع اللحم ب 15 يورو هكاك، كان زوغ الكيلو تاع اللحم، ولا الحد ومنحه البطاله 100 يورو، هي ماشي 100 يورو راه. لا شوف انا خارج الدول منهم 12 يا اخو ميم با واش 100 اورو يا اخو، 5 دقائق يا اخو ميم با 50 اورو. العيشه رخيصه في الجزائر، انا حاب نعيش في الجزائر هكا يا خويا. والله منحه البطاله ساعه اصبر دقيقه بك، انت طلعت بزاف. منحه البطاله ميم با 50 اورو يا صاحيت. وقلت لهم باللي راك قلبوها زوج ملايين في جانفي، قلبوها زوج ملايين في جانفي خلي في جانفي كي خلينا في جانفي الساعه ما وصلناش لجانفي. دونك حددنا باللي المعيشه غاليه، زيد الصحه مليحه.
الحمد لله قسما بالله نعالجوا باطل، تجيك لاكريب تروح دير براد دير سيروم باطل، واش تزيد الحمد لله. واللي ماتوا هذوك نقولوا سمعت بهم بالملاريا في الجنوب وبقاو مطيشين في الطريق ولا ما سمعتش بهم؟ ماشي محسوبين على الجزائر هذوك. شوف ثاني تزيد عليها. شوف لا سامحني اصلا لافروف وقال لك هذوك مشكل حدودي الاستعمار اللي قسم الحياه ما هم الجزائر. شوف حنا شوف انا تديني غير على بلادي خويا الحدود، كنت تدخل الجزائر في حرب نحارب. انا شوف ما غير درك انت حدد لي فاش خير، انت كنت تقارن درك كنمل لي المقارنه تاعك. واش من دوله بارابور حنا وتونس والمغرب، حنا رخيص علينا من المعيشه. درك دخلت تونس قبيل كنت تحكي على المغرب، بقى في المغرب. لا شوف رحت لقطر، رحت لدبي، رحت الاردن، رحت السعوديه، الجزائر حق ربي غير ارخص دوله في المعيشه. خير من السعوديه؟ اقسم بالله غير الاسعار خير من السعوديه. صديقي راه كنت تناقض في روحك بقضيه اللحم. اقسم بالله هي الجزائر غير الاسعار. يسقسيك يا والله راه حبيت يسقسيك، تا مازال عندك طوموبيل من وقت ديغول، من وقت سي ديغول راه يدور الجزائر. تكومباري روحك انت. اسمع لي دقيقه، تكومباري روحك انت السعودي عندي دوبلو جديد، عندي دوبلو جديد، عندي كليو. علاش الجزائريين دقيقه علاش ماناش نحكيو عليك انت؟ علاش الجزائريين كي تكون تهضر معاه زعما هو لاباس به الغاشي ربي يسهل عليهم، شغل انني مليح انني انا وبعدين